تشكيلة سبيرس القادم من لندن توتنهام جريح الديربي ايضا مع غياب اهداف هدافه هالاند اللي تتاح له اولى فرص المباراه اولى كره المباريات. يرجع بالكره بامتياز السيتي كور كما هي العادات. يرجع توتنهام بيروح فوز للكونتي مارتين اللي بيعمل مع سبيرس. بالنسبه للكره عن طريق غوندوغان الالماني يا الارجنتيني كره خطيره جول 1-0 لهالاند الدبابه السفاح سيدي يحط الكرات تمشي كرة على الاطراف يمشي اكي ياسي وسدي وجهه دوري الكاس يمشي هاري اضرب يا كين اوف سايد على كين. هاري كين ضد حامل اللقب ربح 4 انتصارات تعادل 2 وخسر 3. هالاند ضربة جزاء يطالب بها حتى الكرة مضروبة في كرة ملعوبة واو ضربة مرمى من يلعب الكرة كي وين الدبابة ترجع خطيرة عرضيات جريليتش جول واحد من جوليان الفاريز ولكنه كرة يمشي رياض يضرب الرياض ويرفع هالاند يضرب رودري شوف هالاند بالراس لا بالدفاع خطيرة جوليان على الفار جريليتش سأخبركم بما تفطنت إليه. ما عادش تشوفوا من نهائي كاس العالم ما عادش الكره يمشي هذا هاري يضرب الكره اين مآلها بالراس للحرب وفنياتك للانتصار ما يسال المباراه هو يمشي احلى راسيه وصون وبرافو يا ادرسون ولعبه الانجليز يطلع بالراس برافو هاري كين يسار يمين ودي لكن طويله باهي هذه جابها هالاند ولوريس هالاند مسكين هو جوعان فما شيء ما نختلف التسديده والهدف لا كيفاش شالها لوريس خلتها في المرمى ورأيتها في المرمى والدخله رياض الباس التوسيع الجول الله يا هالاند ايرلينج هاني وراك وهنا كره قدامك وجول 1-0 توتنهام 1-0 كولوتشيفسكي السويدي من هاري كين بقتالية الثاني مرسون مش ممكن اي كرة من الجنون في كرة انجلترا اي هبلة من بعد خروج الكأس وخسارة الديربي رياض جول يمشي غوندوغان جريليتش والهدف الاول للسيتيزنز قلت لكم سيعودون رغم ألمهم رغم مشكلهم رغم دفاعهم عندهم القدرة يمشي بالكرة تلاقي جريليتش شكلهم وكونتي يقول رودري التعادل يعوضون 2-0 انت تسجل لي في دقيقة انا نسجل لك في ربع دقيقة اعرف الحقيقة في دقيقتين 3 شيء كبير يضرب رياض ملى 10 دقائق الثالث مش ممكن على روعة مباراة مش ممكن على رياض حتى له محرز رياض الصمت سنصور ابتسم الصورة تطلع حلوة مش ممكن السيتي حل ايامه قاوم مواجهة من نار لليونايتد. ريمونتادا مانشستر سيتي تحت مواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي. انتهت المباراة الهامة بين مانشستر سيتي وتوتنهام ضمن منافسات الجولة السابعة المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنتيجة 4-2. افتتح توتنهام أهداف المباراة في نهاية الشوط الأول بثنائية في الدقيقة 44 والدقيقة الثانية من الوقت الضايع عن طريق كولوفسكي وإيمرسون رويال. واستطاعت كتيبة الأسباني بيب جوارديولا أن تعود للمباراة وتقلب النتيجة حيث سجل الأرجنتيني ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة 51 وعاد هالاند لتعديل النتيجة في الدقيقة 53 بينما سجل رياض محرز هدف التقدم في الدقيقة 63. واستمر توتنهام في محاولة إدراج التعادل حيث كان قريبا من تعديل النتيجة في العديد من المواقف الهجومية لكتيبة أنطونيو كونتي. وقتل الجزائري محرز النتيجة في الدقيقة 90 بهدف رابع لمانشستر سيتي منحتهم النقاط الثلاثة.